والروتين في الصالة بعد التجديدات وبعد التغيرات اللي انت شفتها معايا في الفيديوهات اللي فاتت. النهاردة اول فيديو كده هروق معاكم الصالة. زي ما انتم شايفين كده انا الصالة مقلوبة، اللي انا كان عندي ضيوف وكده، كان عندي بابا ونسوان اخواتي الاتنين وكده وعيالهم. فطبعا فاهمين انتوا عيالي وكده، لكن العيال اشقية اصلا بيفضلوا بقى يجيبوا لعب وينكتوا وكده. ما طبعا عشان دي ضيوف او كده بسيبهم براحتهم خالص، واول ما بيمشوا برجع اعمل الروتين ده. زي ما انتوا شايفين انا كنت لابسه اصلا درس، لان انا اصلا كنت بره، يعني هما اني جيت لقيتهم كلهم قاعدين قدام الباب بره قدام بوابتي كده. ما طبعا اول ما جيت وكده كان الحمد لله شقتي نظيفه، زي ما انتوا عارفين اللي على طول معايا، اللي انا ما بخرجش ولا بطلع في اي حته من دون ما انضف شقتي، من دون بروق شقتي. لازم تبقى شقتي يعني واني ماشيه بتبقى يعني ما شاء الله جميله ونظيفه. ما طبعا لما كانوا هما جايين كانت الدنيا هادية ونضيفة كده وشعري. المهم بس اول ما قعدوا كده عملت لهم طبعا الضيافة وكده. احنا بصراحة اني مش كنت جايبة حاجة معايا، ولا كنت اصلا عارفة لو هما هيجوا كده. طبعا لما بيبقى انا عندي ضيوف وكده بص الموجود بحطه، مش شرط ان انا اروح اقول لكم اللي انا بشتري واروح اجيب واجيب، لا مش شرط، الموجود بحطه. المهم انا كان عندي كركديه وحاجات سخنة بس. رحت قلت لها اعمل لكم حاجه سخنه كركديه او مانجا، هما مش لهم في المانجا يعني قد كده. قالوا لا اعملنا خلاص كركديه وكده بس شاي. قلت لهم خلاص ماشي وكده. ورحت بقى عملت لهم حبه كركديه. الكركديه هو ساقع اصلا بيبقى جميل، بس انا بقى هما عشان كانوا يعني مستعجلين مش هيستنوا الساقع، ما احنا عملنا سخن وكده. وبعد ما عملنا الكركديه جهزت عشاء. طبعا انا اي حد دومين ده موجود في شقتي، بصي عصير او ساقع او اي حاجه لازم احطها قدامه. ولازم بعد ما يشرب الحاجه او قبل ما يشرب الحاجه اعزم بعشاء. يعني انا بحب يعني بصوا، يعني الضيف ياخد واجبه تلات ومتلت بصراحه. انا اي حد بيجي عندي لازم يبقى ياخد ضيافته تالت ومتلت. بس بحط الموجود. انا مش بقول لكم ان انا بروح اشتري لحمه واشتري فراخ واشتري مش عارفه لا، انا بجهز الموجود في شقتي اللي انا اقدر عليه، اللي انا اقدر اعمله. المهم قالوا خلاص ماشي جهزي عشان كده نتعشى كلنا مع بعض بعد يعني مع عزمته وكده. رحت بقى عامله مكرونه في ثانيه. رحت قاليه طبقين بطاطس على طبقين بتنجان على طبق فلفل وطقة بيض، ورحنا جبنا طعمية، ورحت جبت فول. احنا ابني راح هو اللي جاب مش انا، ابني بعته كده وراح بقى جاب طعمية وفول. ورحت بصوا يعني رحت حاطه بقى على الصينيه. والله يا بنات كانت الصينيه عليها من خيرات الله. وشي بقى مقطعه طماطم كده طرنشات، وشي خيار طرنشات، يعني حاجات تفتح النفس وكده. وبصل بقى بخل بليمون بنعشقه جنب اي اكل بعشقه كده. ورحت بقى حاطه وكده. ويعني بصوا ما شاء الله ما شاء الله كانت الصينيه مليانه وبألف هنا للي كل يا الله. انا عمري ما ببص في اللقمه ولا ببص الحاجه، انا ببص بس اهم حاجه ضيافه الشخص، يعني اهم حاجه. بصوا انا كنت طبعا بظبط الكاميرا وكده. بقى الكاراتيه والشيبس والحاجات اللي كانت واقعه في الارض كله لميته. اللي طبعا هما كانوا بياكلوا بقى جابوا كاراتيه اسمه لولو وفضلوا بقى ياكلوا كده. جدهم ربنا يخليه بابايا جاب لهم كده، يعني هو جاب لي عيالي وفي نفس الوقت العيال اخواتي وكده. ربنا يبارك لي فيه يا رب ويخليه لي ويبارك لكل واحده على ابوها والله. هنا بصوا الركنية اهي روقتها، وشايفين اللون ظاهر ازاي، لون الركنية الجميل. انا عاملاه طبعا على لون الحيطة اللي جنبها. بصوا اللون جميل، اللون غامق وفي نفس الوقت حلو. انا ما بحبش الالوان الفاتحة عشان الدنيا يعني انا ممكن حد يجي يركب حاجة الحاجة يعني مش تتبهدل. ممكن كنت اعمل لون افتح من كده او درجة افتح من كده، بس انا حابة اللون اللي هو غامق. مش هيبان في البهدلة، مش هيبان في المرمطة والكلام ده. اهوت زي ما انتوا بقى شايفين الجمال والحلاوة والشقاوة والطعامة. ويعني بصوا يعني كل حاجة بتتكلم عن نفسها. دلوقتي بقى زي ما انا قلت لكم عايزة اعمل جو شاعري. عارفين بصوا الجو الشاعري اهو، جو شاعري، جو كده رومانسي، يعني يخطف الانظار من العيون. والله يا بنات يخطف الانظار من العيون. ما شاء الله وربنا يبارك في شقتي ويحميها.
بتبقى بص، انا حاسه انا بتكلم كاني بتكلم على عيل، مش عارفه ليه، بس انا مبسوطه كتير كتير بالتغيير وبالتجديدات اللي انا عملتها. وربنا يفرح اي شخص، وربنا يسعد اي شخص، ويدي كل شخص حاجه. بصوا انا وريتكم يعني اللندا وكده اللي انا مشغلاها هنا بقى. بصوا كان بقى ايه المدخل. انا بصراحه كنت ماشيه ومش كنت كنساه، يعني مش اقول لكم لا انا كنساه، لا انا كنت ماشيه ومش كنت كنساه. وطبعا بقى يعني في ناس بتطلع فوق وكده، يعني صوت النار طالع نازل طالع نازل. ما المدخل دي لازم يعني يتكنس، يعني اقل حاجه مره في اليوم. فاهمين؟ يعني مش ينفع اليوم مش يتكنس، لا اقل حاجه يتكنس مره. طبعا قفل باب الشقه وقفل باب السلك وكده، عشان اي حفاظ مش يدخل بقى ايه ويبهدل لي الدنيا. زي ما انتوا شايفين احنا لسه مروقين الصاله ومنفوخه فيها. وهنا كده كنا احنا اصلا بالليل ما فضلت ايه انور النور وكده. انا عندي لمضة تحت باب شقتي، ولمضة في مدخل السلم، لان ايه ما شاء الله مدخلي كبير، انا مش مدخلي صغير، يعني مش مدخلي يعني حتة صغيرة، لا مدخلي كبير. وهي اصلا دي اول مرة اصور معاكم المدخل وكده. ومع المدخل ما شاء الله يعني ايه كبير وكده. المهم زي ما انتوا شايفين، بصوا شايفين بقى رملة قدين اصلا، يعني كمية رملة قدين. اللي فضلت النهار بقى طالعين نازلين نازلين طالعين أصلا. اه هي عامة عبارة بس عن رملة، ولا في عفش ولا ترابو، يعني مش في عفش ولا كيس قصدي، هو في تراب بس. هي يعني الدنيا عبارة عن رملة وكده، اما مفيش عفش. هنا بقى خلصت وبدأت بقى ان انا اقفل البوابة وكده، واقفل البوابة التانية، يبقى ايه شقتي مستورة وكده. برضو اللي رايح واللي جاي يعني مش ياخد عينه من الشقة، او اللي في ناس كده بتلاقي رايحين جايين فبنت بتبص. ما انا ما بحبش كده، بحب اللي يبقى ماشي ماشي طوالي في وشه، مش تفضل يعني ايه يبص هنا ويبص هنا ايه. ماني بقفل عشان يعني اللي رايح واللي جاي، وفي نفس الوقت عشان مش فيه حفار يخش لي تاني. يعني اوقات بيبقى الجو قلب هوا كده، او حبة هوا كده، بتلاقي ايه المدخل كله اتردم تاني. ملاني ايه بقى العطل، بحب ان بوابته تبقى مقفولة، وعامة لما تبقى مقفولة مبتبقاش التراب ده كمان. بس هما في ناس اوقات هي طالعة او نازلة بيروحوا سايبينها ايه مفتوحة وكده. المهم كان عندي برضو ايه مواعين، زي ما انا قلت لكم انا عملت عشاء، يعني اكيد في مواعين اتوسخت. غير ما قلت لكم انا عملت كركديه سخن او عناب سخن. في ناس مش بيقولوا عليه كركديه، في ناس بيقولوا عليه عناب سخن او عناب ساقع. انا المهم عملت عناب بقى سخن وكده. طبعا اني عندي كبايات وعندي ازايز مسقعة ما شاء الله، يعني شربوا بألف هنا. وبقى مطرح الاكل وكده انا قلت قبل ما جوزي يجي اخلي شقتي على سنجة 10. المهم ما تبقاش متبهدله والدنيا بقى مكركبه قدامه وكده. النظافه حلوه وما بتاخدش وقت، مهما انت سميتي وشجعتي هتلاقي نفسك في منت خلصتي. اهوت بصوا، اما اطبق بقى الغرف دي كنت بقى غرفة المكرونة والسلطة والحاجات اللي انا يعني ايه كنت غرفها وكده. مش خدوا وقت والله يا بنات. اهم حاجة بس تبقى الواحدة حوضها نضيف وما يبقاش وسخ. اللي هي طول ما الحوض وسخ والله يا بنات الواحد يعني نفسه ما ازاي يدخل المطبخ. طول ما الحوض بقى نضيف والدنيا نضيفة والبوتاجاز نضيف، لا والحتة جنبها نضيفة، بتفرق 100% في النفسية وفي الراحة وفي اللي انت عايزة تخش مطبخ كل دقيقة وهو نضيف. اما طول ما هو في مواعين ممنوع الدخول، الناس دي مسدودة ايه بعيدهم. والمهم بقى قلت ايه عشان قبل ما جوزي يجي وكده يعني تبقى الدنيا هادية ونضيفة، ويعني ايه لما تبقى يعني مش يجي يلاقي فاهمة انتوا والشقة برضه مكركبة، الصراحة كان منظرها غبي. الحوض زي ما انتوا شايفين كان في كمية مواعين حلوة مش وحشة. الصلاة يا بنات في اصلا جزئية اتمسحت، يعني مش عارفة اتمسحت ازاي، لان لما مسكت السجادة نفضتها وكنست، مش كنست من فوق السجادة، لا انا نفضتها كويس كنست ولميتهم بقى بالجاروف. بس الجزء ده راح فين مش عارفة، عشان برضو في بناتات هتقولي طب انت روقتي الصالة ومش هين عليك تشيلي السجادة، لا انا والله شلتها.
بس الجزئية ديت انا معرفهاش هي راحت فين او اختفت منين. اوقات كده في مقاطع ببص كده الاقيها اختفت، وعلى انا مش ببقى مسحها ولا حاجة، هي لوحدها بلاقيها مختفية. ما المهم يلا عادي، حصلت خير، مش اي مشكلة، مهما الحمد لله جت بسيطة خلاص. هو ايوه بيبقى في زعل، بيبقى في حبة يعني متنكدة شوية، اللي بقى اللي هو التصوير اصلا متعب، يعني التصوير متعب. بس يلا عادي الحمد لله. المهم انا خلصت المواعين اهوت وما خدتش وقت وفي ثانية. مش تنسوا بقى تحطوا لايكات كتير قوي على الفيديو، كومنتات، عايزه الكومنتات بقى ترجع تشجعني تاني زي الاول. كان الاول في كومنتات كانت تشجعني، نزلي فيديوهات، نزلي احنا معاكي، احنا هنتابعك، خلينا على طول نشوفك. عايزه بقى التشجيعات دي تاني منكم، عايزين نرجع تاني متشجعين. في شهر رمضان بصراحه احنا كنا بنكسل شويه، بس خلاص بقى شهر رمضان عدى عليه شهر، يعني بص يعني الحاجه اللي انا كنت عاملاها مش هقدر اعملها تاني عليكم. من اول النهارده بقى كده هتلاقوا ان شاء الله فيديوهات هتنزل لكم، فيديوهات بقى طويله وفيديوهات قصيره وكله هتلاقيني ايه اللي عطولي معاكم وهنزله كده. المهم اهو الازاز مليتها. انا عندي كولمن يا بنات، بس الجلده مفلوته بعيد الحنفيه، يعني فاهمين انتوا الحنفيه بتاعت الكولمن دي، الجلده بتاعته بقى ايه مفلوته. ما انا جوزي بقى ايه مش راضي يعملها لي، كهربائي بايظ والله. هو مستسهل يعني ايه، روحي يا ادم هاتي ازازه، روحي يا ربنا هاتي ازازه. ما هو مستسهل بقى ايه الحاجه دي. عماله اقول له لا املى الكولمن. انا بصراحه ما بحبش الازازه، انا بحب الكولمن احسن وانضف ومريح. يعني بص هو انضف ومريح في نفس الوقت، وفي نفس الوقت مش كله بيشرب من حنك واحد. يعني ايه ممكن تخصصي كوبايه الاطفال وممكن تخصصي كوبايه الكبار وكده. بس بقى يلا عادي، محد بقى يحن عليا ويعمل لي الكولمن افضل املأ ازايز. انت بقى يحن ويعمله مش عارف. بغسل بقى اللي اسمه دي رب الغطي وكده. ودلوقتي برضه امسح البوتاجاز وامسحه، اللي هو يعني البوتاجاز برضه عندي متطرب ومتعفر وحالته البلع، بس هو مش حبيب ميه، انا همسحه كده. ليه انا ما بحبش ان انا يعني انا مسحته مره في النهار بميه خلاص، مش طول النهار هفضل اجيب ميه وارش وهمسح وادعك بالسلكه عشان الصاج مش يصدي ولا البوتاجاز يبوظ. كتر الميه على البوتاجاز قسما بالله يا بنات مش هتلاقوا بوتاجازكم. انا البوتاجاز ده ما شاء الله بقاله 10 سنين زي ما انتوا شايفينه، نضافه وحلاوه ومحافظه عليه، ولا متبهدل ولا اي حاجه، والحمد لله ولا مصدي ولا اي حاجه. ما دي من التحافظ ومن النظافة، ومن اللي انا مش كل شوية بمسك بقى مية واكب واغرق وبهدل الدنيا مية. اهو شايفين خلاص. يعني كده كده يعني انا همسك اسمه دي رب السجادة برضه هنفضه تنفيضة ولا بقى كنسة، عشان يعني تبقى الدنيا ايه نظيفة وفي نفس الوقت يعني تبقى الدنيا ايه هادية. اهو بس البوتاجاز اصلا لمع من دون مية، من دون بقى ما انا اعك، من دون ما انا ابوظ الصاج، من دول بقى اللي انا كل شويه امسك الصاج وادعكه بالسكينه وعلامات السكينه ايه السلكه وعلامات السلكه اتعلم في البوتاجاز. لا اه زي ما انتوا شايفين الدنيا نظيفه ونضفته وروقته، من دون ما ان انا ابهدل الدنيا ومن دون ان انا ايه ازلوط الدنيا. طبعا زي ما احنا عارفين جيركن الطير تحت الحوض، عشان ما حدش يقول انت رميت الزباله كده ليه او رميت اكل كتير كده ليه. لا انا حاطه جيركن تحت ايدي، والصبح وكده او اخر النهار بروح مطلع له الطيور، يعني اول باول كده لما بلاقي في اكل بروح مطلع له الطيور، ولما بخلص يعني وكده بروح مغطيه عشان يعني ما يكرفليش ريحه ولا يعمل لي ريحه في الشقه، ويبقى في نفس الوقت يعني ريحه المطبخ نظيفه وكده. المهم اهوت شطبت الحوض ونضفته، شايفين والله ما خد وقت. يعني بصوا انا ده كله يعني بره التصوير والله ما خد وقت معايا، وبالذات بقى لما بصيت كده ولقيت مطبخ وشقتي يعني خليتها على سنجة 10. مش عارفه اقولكم انا قد ايه كنت مبسوطه، قد ايه كنت يعني مستريحه. وهتشوفوا كل حاجه معايا، يعني كل حاجه هتشوفوها معايا. بصوا اهوت. تعالوا بقى ناخد جوله في المطبخ بعد النظافه وبعد الحلاوه وبعد الريحه الحلوه دي بقى. ولو عندكم معطر زي ما انا عندي كده انا هشوف حبه معطر بس مش صورت،
واوقات بحط بخور، البخور بقى جميل جميل جميل. بعد ما خلصنا نروق على نفسنا، كوباية كركديه كده سخنة تدفي قلبنا وتظبط دماغنا. انا مش كيفة شاي، يعني في ناس كيفة شاي وقهوة، بس انا مش كيفة ولا شاي ولا قهوة. المهم انا بشرب القهوة والشاي، بس مش اللي هو يعني ايه العطول، فاهميني؟ عشان لو حد قال انت احنا بنشوفك بتشربي شاي، لا هو مش العطول، مش العطول. بالذات في الصيف ده انا ما بحبش الحاجات السخنة قد كده، يعني افضل الحاجات الساقعة المبردة، تبقى احسن 100 مرة. كده عملت بقى كوباية كركديه. الكركديه طبعا كنت انا غالية البابا وكده ونسوان اخواتي، ما كان انا عندي كركديه تاني في البراد، انا قلت ايه اتفيه كده وافضيه، يعني ايه كبوية، حتى كان لسه باقي كبوية لما جوزي كده فتحها له، وبألف هنا يعني ايه اشربها. هنا بقول لكم المزاج رايق رايق رايق، مهما الدنيا نطفت المزاج رايق. يبقى لايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس، واستنوني بقى في فيديوهات كتير مميزة، وتبقى فيديوهات تغييرية. باي باي.